اهلا بيكم في قناه اكتيف تيتشر. الحقيقه الفيديو ده كان المفروض يتعمل من زمان قوي. انا مش ساحر، المدرس مش ساحر، ولا انا ولا اي مدرس ساحر. احنا مش بنعمل سحر جوه الكلاس، مش بنعمل حاجات مستحيله. مش يعني مش مثلا بيدخل لنا الطفل ما يعرفش حاجه خالص فيطلع بقى سوبر. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش انا تكون عقليتي كده. مهما كانت التيتشر سمعتها حلوه قوي ومعروف انها شاطره جدا، ده ما يمنعش انه لو الطفل مش متأسس هي مش هتقدر تجيب معاه النتيجة اللي حضرتك بتتوقعيها. از مام يعني كأم او كأب، انا لازم اكون عارف ان التيتشر دي ما بتعملش سحر. على الاقل اسلم لها الطفل متأسس، وبناء عليه اسألها بقى منهج الدنيا تمام او لا. احنا كمدرسين بنواجه صعوبات كتير جدا جوه الكلاس، محدش يعرف عنها حاجه. مفيش ولا ام هتحس بالصعوبات دي غير لو هي شغاله اوريدي في مهنه التدريس زي انا كده. انا مثلا انا ام وانا تيتشر في نفس الوقت، فانا حاسه بالتيتشرز، حاسه بالمعاناه اللي هم فيها، حاسه بكم الضغط اللي بيكونوا موجودين فيه. الضغط من ناحيه ايه؟ من ناحيه اتليست ان الولاد اللي في الكلاس مش كلهم نفس المستوى او نفس الليفل، وده بسبب ان مش كلهم متأسسين او مش كلهم عدوا بنفس الحاجات، الخطوات الصح، الستبس اللي المفروض يكونوا ماشيين عليها صح. في مامز كتير مثلا بتخلي ولادها ما تاخدش كي جي اصلا ويدخلوا على جريد 1، بيدخلوا على سنه اولى على طول ما خدوش اصلا حضانه. طب يا جماعه ازاي انت بتطالبني بقى بنتيجه لطفل هو في سنه اولى، مطالب مني ان انا اديله منهج سنه اولى وهو اصلا ما دخلش قبل كده كي جي؟ ازاي؟ مرحله الكي جي دي اهم حاجه يا اخوانا. دي انت بتحطي كاني بحط سلمه وفوقيها سلمه وفوقيها سلمه. هو ما حضرش كي جي اروح اطلعه على جريد 1؟ ازاي؟ نفس الفكره لما ام تانية تدخل، لا انا هدخل ابني لانجوج سكول، مدرسه لغات، وهو اصلا قدراته ما تسمحش. فهو يا جماعه مش وخلاص. القرار اللي انت بتاخديه ده بيترتب عليه حاجات كتير جدا في مستوى الطفل بعدين. فاحنا لازم نركز، لازم اخد قرارات صح as much as I can. وبعدين ما ينفعش ان انا الوم على التيتشر، لانه انا اصلا من الاساس عامله ستيبس غلط. هو مش متاسس. الطفل بقى اللي بنلاقيه قاعد معايا في الكلاس في سنه 5 ورابعه واعدادي ما يعرفش اي حاجه عن الانجليش، ما بيعرفش يقرا، ما بيعرفش. انا فعلا لقيت ده في ولاد في 5 و6 ابتدائي بيبقوا قاعدين في الكلاس ما يعرفوش حاجه عن الانجليش تماما اطلاقا، ولو يعرفوا يعني يكاد يكون معلومات اللي هو المفروض يكون عارفها طفل في كي جي اصلا كتأسيس صح. اهو الطفل اللي في 5 و6 وقاعد ما يعرفش حاجه عن الانجليش ده ليه؟ لان احنا دخلناه بدون تأسيس، عدى من جريد 1 سنه اولى ودخل على تانية وتالتة وهو اصلا مش مستوعب اي منهج من المناهج دي، فوصل لي بقى في 6 واعدادي وهو ما يعرفش اي حاجه عن الانجليش. يبقى دي غلطه مين يا اخوانا؟ غلطه مين؟ طيب انا بقى از تيتشر بحاول ان انا بقدر المستطاع الحق ما يمكن الحاقه جوه السيشن، لكن انا محكومه بعوامل تانية، انا محكومه بوقت، محكومه بتوزيع منهج، محكومه بحاجات كتير قوي، ومحكومه بعدد الكلاس اللي معايا، ومحكومه ان كل واحد في الكلاس ده مستواه غير التاني. تمام؟ فانا مش هقدر انقذ الدنيا خلال العام الدراسي، بحتاج مساعده. المساعده بتيجي من خلال الام. لو الام تقدر تشغل حاجه في البيت زي مثلا القناه هنا اكتيف تيتشر وفيها اساسيات ريدنج وفيها حاجات كتير تساعد الولد، اوكي. عايزه تدي اوبشن ان هو ياخد كورس او حاجه، اوكي. المهم ان هي الام لازم تعمل اي حاجه، لانه ما ينفعش يتساب الولد ده كده. انا ضميري بيتعبني، انا كتيتشر جوه الكلاس رقيبي الاول هو ضميري مبدئيا. الرقيب الاول علينا كلنا كتيتشرز هو ضميرنا ورقم واحد. فاحنا ضميرنا بيوجعنا لان احنا ما بنبقاش عارفين نساعد الولد ده، فلازم الام تساعدنا. دور الام تكميلي، اوكي. طيب انا كأم المطلوب مني اعمل ايه في الانجليش مع ولادي علشان اسهل على التيتشر؟ انا مش هسهل على التيتشر علشان ان انا بحبها مثلا ولا انا عاوزه اريحها، لا، انا بسهل عليها علشان ابني يستفاد منها بقدر المستطاع، يستفاد منها من ناحيه المعلومات اللي هي بتطلعها اللي هي بتقولها. لان هي التيتشر لو سوبر وبتقول معلومات خرافيه ابني مش هيستفاد، لان انا مش بساعد في البيت. انا لازم اكون بساعد في البيت. نمبر 1 في المساعده اللي المفروض اعملها مع التيتشر وانا ام كده وفي البيت، حفظ الكلمات.
للمره المليون، ده يمكن الفيديو رقم 4 أو 5 انا قاعده اقول فيه يا جماعه بليز حفظ الكلمات. يا جماعه معظم الاسئله بالذات بتاعت جريد 1 و 2 و 3، كل الانجليش يا اخوانا، كل الاسئله معتمده ان الطفل يكون عارف كلمات. لما الطفل بيكون عنده supply the missing letters، يعني سؤال كامل عن supply حروف ناقصه في الكلمه، هيجيب الحروف الناقصه ازاي وهو مش حافظ الكلمه؟ طيب هوصل صوره بالكلمه بتاعتها، هعرف اوصل ازاي وانا مش عارف فين الكلمه بتاعت كل صوره؟ يا جماعه حفظ الكلمات يا اخوانا ما ينفعش، ما ينفعش والله. لو بدي ابني درس عندي 2 teachers والاتنين اشطر من بعض، لازم حفظ الكلمات بليز. يعني يا اخوانا رجاء 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 حفظ الكلمات. هو ما ينفعش، مفيش انجليش من غير حفظ الكلمات. انا لازم احفظ ابني كلمات في البيت. ابني مغلبني في حفظ الكلمات، انا مش عارفه احفظه الكلمات. يا مثلا انا بسمعهم له وبعدها بشويه الاقيه نسيها، لازم اتصرف. ليه بيحفظيه الكلمات؟ انا كتيتشر ما اقدرش احفظه الكلمات في السيشن، ما اقدرش، نو واي انه يحفظ معايا الكلمات في السيشن. بيحصل لو ايه، لو هو الطفل بقى عقليته فعلا عاليه قوي ما شاء الله بقى وممتاز وقدراته عاليه، فخلاص ممكن يروح يبقى خلاص لقطهم معايا. غير كده ما تحلميش والله. لو بياخد 5 دروس لازم يحفظ كلمات في البيت، مش لازم ينزل بيهم عمود. باي طريقه، شوفي الطريقه اللي تناسب ابنك وعقليته وظروفه وكل حاجه. لازم الولد يحفظ كلمات باي شكل من الاشكال، باي شكل من الاشكال. انت في البيت معاه الوقت كله، التيتشر في السيشن معاه ساعة ساعتين في اليوم، ممكن يكادوا في الأسبوع whatever ايه جدول ولا الدنيا ماشية ازاي، التيتشر مش معاه بشكل دائم عشان تقدر تتمكن ان هي تحفظه كلمات. فستيب نمبر 1، الطفل لازم يجي المدرسة أو يجي عامة حافظ الكلمات. نمبر 2 exercises as much as we can. حفظ الكلمات لوحده مش كافي، لازم نعمل exercises ازاي؟ بيكون عنده ملخص بيحل فيه، لو مفيش ملخص انا بحاول ان انا اشوف whatever المنهج اللي هو ماشي بيه واعمل له exercises او اجيب له exercises. النت مليان، لو انا مش هشتري ملخص ظروفي مش هتنفع whatever، النت مليان يا جماعه في كل حاجه بلاقيها حواليا. اوكي، لازم يعمل exercises، لازم يتعود على rearrange، ارتب الكلمات واكون جمله. في جريد 4 تتلغى الريارينج يا مس، هو اتلغى فعلا ولكن انا لازم اعود ابني عليه، لان الريارينج من خلاله هو بيتعود يرتب جمله. الجمله دي بتنفعه في writing the paragraph، كتابه الباراجرافز. ازاي ابني ما يعرفش يعمل ريارينج وانا هطلب منه بعد كده يكتب لي باراجراف؟ مستحيل مستحيل. ما هي ستيب نمبر 1 ان هو يعمل ريارينج، هيرتب الكلمات عشان يكون full correct sentence، جمله صحيحه كامله. لما هو يقدر يكتب full correct sentence هيقدر يعمل كذا sentence، وبالتالي هيقدر يكون paragraph. لو ما قدرش يعمل rearrange مش هنقدر نوصل ابدا لليفل writing the paragraph. step number 3 ان انا لازم keep in mind ان انا بعلم ابني language. انا بعلمه language، انا بكسبه language، مش بكسبه ان هو يجيب الفول مارك او ان هو مثلا يعدي من الامتحان. هو اوريدي بيعدوا من الامتحان اوكي، وبنجيب ماركس whatever بقى، هي فول مارك ولا مش فول مارك. بس انا مش عايزه الدرجات، مش عايزه ان هو ينجح في الانجليش ولا يجيب درجه كذا. هو ممكن يجيب على فكره، وحصل قدامي ناس كتير بتجيلي الولاد بتبقى جايبه درجات نهائيه في مدارسها whatever، المدرسه ممكن تكون شغاله مثلا بالكونكت بس او whatever اللي بيحصل، الولاد بتبقى جايبه فول مارك في المدرسه. طيب تعالى نقرا سنتنس، مش بتعرف تقرا، البنت ما بتعرفش تقرا وكبيره في ابتدائي، امال جايبه الفول مارك ازاي؟ لان هو حافظ سمع اكتب امشي، حافظ سمع اكتب امشي. انا مش عايزه اعود الولاد على كده. الانجليش لانجوج لغه، لانجوج لازم اعوده ان هو يحسن من الفور سكيلز اوف لانجوج. انا عندي فور سكيلز لازم اهتم بيهم مع ابني. فور سكيلز اوكي، listening ان هو يسمع، listening، reading يقرا، reading، writing يكتب اوكي، and speaking يتكلم English. I have to work on the 4 skills of language، لازم اشتغل على ال 4 skills دول. طيب دلوقتي الولد بيجيب الفول مارك لكن ما يعرفش يعمل مثلا reading، ما يعرفش يقرا ستوري، ما يعرفش يقرا short paragraph او short story او whatever، يبقى انا كده ما وصلتش للمفروض اوصل له. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا احسن، اشتغل على الاربع مهارات دي، علشان احنا الانجليش عباره عن لغه. هرجع اقول كمان، انا مش بذاكر الانجليش كماده دراسيه بمتحن فيها وخلاص، يبقى انا كده مش صح.
ما هو انا هحفظ الكلمات، هخش اعملها في الامتحان. طيب تعالى اقرا بقى سنتنس، مش عارف. اكتب باراجراف، مش عارف. فيا جماعه فهموا الولاد وكيب ان مايند انه الانجليش لانجوج لازم اشرحها واذاكرها واحبها از لانجوج، مش كهوم ورك يتعمل وخلاص. بالمناسبة المذاكرة بتاعت الانجليش ما هياش هوم ورك بيتعمل وخلاص. الهوم ورك مثلا التيتشر قال له يحفظ كلمات، اوكي حفظ الكلمات وخلصنا. it is not studying English. دي مش مذاكرة انجليش. مذاكرة الانجليش انه after ان انا عرفت خلاص الفوكابولري، ذاكرتها حفظتها، عندي exercises على المنهج نفسه. المنهج نفسه طبعا فيه جزء جرامر، الجرامر مهم جدا في الانجليش، لازم يعمل exercises عليه. exercises من خلال الاسئله. فاي ملخص عندي rearrange، عندي match، عندي اللي هي بتبقى زي فقره صغيره وفي كلمات بنعمل fill in ونحطها، عندي reading passage بيقراها بيجاوب على الاسئله بتاعتها. كل دي exercises كتير جدا بتبقى موجوده في اي ملخص في الكون، ملخص انجلش. عندي البانكتويشن، عندي كله تكميلي، كله بيكمل بعضه. بنكبر شويه بندخل على الشورت دايلوج، ان هو بياخد محادثه صغيره ويبدا يقرا ويكمل ويشوف مثلا ده قال كذا يبقى ده هيجاوب يقول كذا. كلها ستيبس. الانجليش عباره عن حلقات يا جماعه، حلقات. انا لو مش الحلقه الاولى مفقوده صعب ان انا اركب الثانيه وهكذا. حلقات او مكعبات، كله مرتبط ببعضه، كله يعني حلقات. فبليز نبذل مجهود مع الولاد في البيت بليز. يعني لو التيتشر، اقسم بالله لو التيتشر بتتنطط في السيشن مش هتوصل الولد للنتيجه المطلوبه، الا اذا كانت حضرتك اصلا كأم نتيجتك المطلوبه ان هو يجيب بس الدرجه اوكي حلوه في الامتحان وخلاص. ف اتس اوكي. بس هيفضل يطلع هيوصل بقى للبريب اعدادي، هيبقى مش عارف يعمل ريدنج، مش عارف يكتب باراجراف وضايع، لان هو متعود ان كل سنه انا بحفظ كلمات احطها في الامتحان واطلع. بليز نتعب مع الولاد شويه بليز علشان التيتشرز والله بيعانوا يا جماعه. انا از تيشر انا بعاني في الكلاس. الام يعني مش بتساعدني، مش كل المامز بتساعد، يعني في امهات فعلا بتساعد وفي امهات مش معانا. في امهات بحس انها مش بتفتح شنطه الولد لما بيروح من المدرسه اصلا يعني. فالامهات تتعب شويه مع الولاد، لازم الام تتعب مع الولاد. اتمنى اكون يعني وصلت البوينت اللي انا عايزه اوصلها، واتمنى مستوى الولاد يتحسن في الانجليش ونشتغل عليهم. لو انت ما عندكيش وقت شغلي له القناه، هيشوف حاجات تاسيسيه، لتر كذا وكذا لما بيجوا جنب بعض بيعملوا ساوند ايه وات ايفر، كل ده بيساعد يا جماعه، بنساعد. Thank you so much and goodbye.